السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المؤلفة ربدة سعود عايد الكريباني العازمي. راح أتكلم اليوم من منطلق خبرتي عن كتابي وإصداري الأول، وهو النصيحة بجمل. طبعا أنا أبي أتكلم عن بداياتي، شلون أنا ابتديت أكتب هذه الكتب القصيرة، القصص القصيرة. أنا أحب أكتب القصص القصيرة، كنت أجمعها لكن ما كانت عندي نية أني أصدر كتاب. أصدرت هذا الكتاب مع بداية أزمة كورونا، من كثر الفراغ فقررت أني أجمع هذه القصص وأجمعها في كتاب، وأصدرت كتابي الأول النصيحة بجمل. طبعا أنا سميت النصيحة بجمل لأن في قصص أو قصة واقعية قديمة بدوية اسمها النصيحة بجمل، وهي تدل على أن الإنسان أحيانا يحتاج النصيحة، لأهمية النصيحة. فهذه النصيحة شرى فيها صاحب القصة 3 نصائح، كل نصيحة بجمل. فأنا عجبني عنوان هذه القصة فأسميت كتابي كله النصيحة بجمل، لأن كل قصة أختارها هي تهدف إلى مغزى وهدف، وفيها رسالة معينة تختلف عن الرسالة اللي بعدها. وكتابي هذا في قصص تراثية جميلة فيها معاني لا تندثر على مر الزمن، وفيها كذلك قصص تربوية من واقع خبرتي في التربية، يعني أتكلم فيها عن مواقف صارت معاي، قصص واقعية في هذا المجال. كذلك حبيت أني أسطر بعض الأفعال التي رأيتها أثناء أزمة كورونا في هذا الكتاب. حبيت أن أسطر الأفعال إلى قصص في هذا الكتاب، وهي تتكلم عن أشخاص كان لهم دور كبير، دور فعال ومشرف خلال أزمة كورونا. ومن هؤلاء الأشخاص فيصل عوض الدماك والسيد فواز خالد المرزوق، اللي كان لهم أثر، كان لهم أفعال ومواقف مشرفة تشرف أي واحد كويتي خلال هذه الأزمة. فحبيت أني أسطر هذه الأفعال وهذه المواقف في كتابي هذا، لتكون أفعالهم هذه شاهدا لهم لا عليهم على مر الزمن، حتى تكون ترجع لهم الأجيال القادمة. وكتابي هذا يهدف إلى ترسيخ القيم الفاضلة، كوننا أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق. ونحن بما أنه هو القدوة، قدوتنا الأولى، فنحن أيضا نرسخ هذه القيم الفاضلة من خلال هذه القصص القصيرة. وهذا الكتاب أيضا يحمل قصص واقعية تخصني لما كنت أنا معلمة رياضيات. من هذه القصص الواقعية اللي في هذا الكتاب قصة اسمها شهادة زور تحت سقف التربية، وقصة أخرى مع طالبة اسمها من تحت الطاولة. وقصة شهادة زور تحت سقف التربية ممكن تطلعون عليها في اليوتيوب، تكتبون شهادة زور تحت سقف التربية وتلقون هذه القصة كاملة في قناتي على اليوتيوب اللي هي باسم ربدة سعود الكريباني. والفئة العمرية اللي ممكن تقرأ كتابي هذا من عمر 15 لحد 90 سنة، وكلها فيها فائدة. بالعكس أنا أشجع أن الولي الأمر مثلا يعطي ابنه أو بنته هذا الكتاب ويقول لها اقري قصة وسولفي لي. مثلا إذا كان يبي يقول لها أو ينصحها بنصيحة معينة، لا، يقول لها اقري القصة وقوليها لي. القصة أبلغ من الأمر المباشر. وهناك الكثير من القصص موجودة راح تلقونها على اليوتيوب، هي تمثل بعض القصص اللي موجودة في كتابي هذه، واللي أتمنى أنها تحوز على رضاكم. وإن شاء الله نلتقي في حلقة أخرى مع كتابي الثاني.